ايه يا يوسف؟ ايه يا حبيبي؟ ايوه يا ليل. انت فين؟ انا لسه داخل عند عادل ثابت صاحبي. بنتكلم. بتتكلم انت ومين؟ انا وعادل ثابت. هو عادل كويس؟ وايه معناه بقى السؤال ده؟ انت دلوقتي بتقول ان انت معاه ازاي؟ في إيه يا ليل؟ والله العظيم عيب اللي انت بتقوليه ده، ما الراجل قاعد قدامي اهو بيكلمني في موضوع صعب. صعب ازاي اذا كان الراجل نفسه راح خلاص مات؟ طيب اقفلي دلوقتي، اقفلي. انا هبقى اكلمك. قافل ايه؟ انت فين يا يوسف؟ يا يوسف! يوسف! الو؟ ليه هو بيقولك ان هو قاعد مع اللي مات ده؟ انا عارفه انه بيخوني، انا عارفه. هو ربنا عايز يكشفهولي، بس ورحمة ابويا لو طلع بيخوني لاتطلق. ويعني انت فقري قوي كده ما لقيتش الا ده تقول انك عنده؟ يعني كان يخطر على بالي ان على حظ امي كان هيموت النهارده؟ طب وهي عرفت منين؟ اكيد من فيسبوك. لازم اعرف هو مات امتى بالظبط. مش اقل من 4-5 ساعات. انا لازم امشي. يا بنتي بطلي عياط. خلينا طيب نشوف هنعمل ايه. اعمل ايه في ايه؟ راجل كذاب وربنا عايز يكشفهولي. انا مش هعمل حاجه غير ان انا اتطلق. يا حبيبتي الدنيا ما بتمشيش كده، لازم نسأله ونشوف هو هيقولك ايه. قصدك ايه؟ اضحك على نفسي بكدبه جديده؟ لا. ده قصدك؟ حماتك بتتصل. مش هرد عليها. طب انتي بتفكري في ايه؟ عايزه اخد بناتي وحاجتي واروح عند ماما. انا مش هبات في البيت هنا. يا حبيبتي الدنيا مش سهلة قوي كده. مش فارق معايا، اهم حاجه كرامتي فوق اي اعتبار. لا، ما هو مش طبيعي اللي انت بتعمليه ده يا ليل. يعني ايه اكلمك 20 مره وما ترديش عليا؟ طب افهمي الموضوع الاول. على العموم انا ما يناسبنيش اللي انت بتعمليه ده. انا من حقي اعرف مراتي فين. اللي بتعمليه ده غلط، والله غلط يا ليل. اسكتي، انا مش عايزه اسمع كلام حد. يا حبيبتي اللي بتعمليه ده تعمليه لما تشوفيه بعينك، احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو قالك كده ليه. وانا قلت لك ده مش اول موقف يحصل. دايما كنت بقول لنفسي ان انا ظلماه، بس ربنا كشفه. مين؟ فارس بيعز حضرتك تحت. طيب قولي له ان انا جايه له. هو بس قال لي اقول لحضرتك ان هو مستعجل وعايزك بسرعه. لا. طب خلاص قولي له ان انا نازله له على طول. اكيد يوسف قال له. ممكن. طب ثانية هاجي معاكي. لا مش هتيجي معايا طبعا، خليكي انتي. ايه ده؟ ايه يا دومي؟ انت صحيت تاني؟ ايه الموضوع؟ اصل كان لازم انزل، جيت اتحرك من جنبه حس بيا، فهستأذنك يعني لو ينفع اسيبه عندك شويه. طبعا. انت بتقول ايه؟ دومي، انت عارف نور نامت الظهر، هي لسه صاحيه دلوقتي تتفرج على كرتون، تطلع تتفرج معاها؟ ايوه. يلا. جينا تيك ادم تو نور بليز. ما تتشقاش، هاجي لك على طول.
ثانك يو جي. اصلهم كلموني تاني في المستشفى وقالوا لي ان في جديد بخصوص حالة نهى. هتجيب مامي معاك؟ لا يا حبيبي، مامي لسه مسافرة. حبيبي يا ابني، والله قلبي وجعني. طمني على نهى، هي كويسة؟ شكلها كده مش خير. لا ما تقولش كده، إن شاء الله يبقى خير. ان شاء الله. انا اسف ان انا بتعبك معايا، وعموما يعني لو ادم نام او حاجه يبقى يخلي جينا توديه على البيت. لا لا، ما تشيلش هم خالص. انت اهم حاجة بس طمني على نهى، كل حاجة هتبقى سهلة إن شاء الله. ان شاء الله. أنا هبقى أكلمك أطمن على نهى. انا متشكر. متشكر يا ليل. بعد اذنك. فارس، ايه الاخبار؟ رايح فين؟ كلموني في المستشفى بيقولوا لي ان نهى تعبانه قوي. انا كنت بسيب ادم لليل. وهي ما قالتلكش اي حاجه عني؟ لا يا يوسف، ما جابتش سيرتك. ده انا في مصيبه. إيه الموضوع؟ نهى لسه تعبانة؟ أيوه. بقول لك ايه، انا هدخل اوضتي واقفل على نفسي، ما تخلوش يدخل عليا. يا بنتي طب افهمي منه. انا مش عايزه اسمع كذب جديد، انا سيبيني في حالي. مساء الخير. مساء النور. هي ليل فين؟ طلعت فوق. شفت العبط اللي هي فيه؟ بص بصراحة يا يوسف أنا مش فاهمة الموضوع قوي يعني. ولا اي حاجه. موضوع تافه وعبيط وهي مش فاهماه صح، وفاكره انها قفشتني وانا بعمل حاجه غلط. بقت متسرعه وعصبيه جدا. مش فاهم ايه اللي حصل لها. اكيد الحمل. صح، أنا كنت هقولك كده والله. طيب انا هطلع عشان اتكلم معاك. لا استنى. هي قالت لي إن هي مش عايزة تتكلم دلوقتي. بصراحة يعني أنا شايفة إن ده أحسن. مش حاسة إن الكلام دلوقتي هيبقى مفيد خالص. فهي طلعت وقفلت على نفسها الأوضة، يعني خليها شوية مع نفسها. وماله؟ تمام. انا هروح اقعد مع امي شويه، بس انا عايزك برضو توعيها وتفوقيها من العبط اللي هي فيه. احنا مش ناقصين. حاضر.